الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي الخطيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم عرض جديد. النهاردة العرض من مدينة بدر. احنا دلوقتي في الحي الأول المجاورة التانية. معانا عرض متميز في جملة وفي قطاعي. العرض عبارة عن بدروم وروف و5 شقق. ده اللي هياخد العرض على بعضه، وهنقول التفاصيل في صندوق الوصف. وفي بقى 5 شقق فرداني هنصور منهم شقة واحدة كنموذج يعني لباقي الشقق، وهنقول برضو سعر الشقة للي حابب يشتري شقة واحدة أو اللي حابب يشتري الشقق على بعض. تابعونا. عندنا ده كده المدخل، مدخل العمارة. ده كده السلم اللي بيطلع على الدور الأرضي وشقق الدور الأرضي، وده كده السلم اللي بينزل على البدروم. هنبدأ بالدور الأرضي وهنصور منه شقة زي ما قلنا، وممكن ناخد لقطة سريعة كده للبدروم عشان نوري الأمور. ما بتدخل في شقتين، في شقة على يمينك وشقة تانية على شمالك. طبعا التشطيب زي ما حضراتكم شايفين محارة وحلوب. احنا كده دخلنا الشقة اللي على اليمين، هتلاقي ده ريسبشن، عبارة عن نوم، ريسبشن ومطبخ وحمام. ده كده باب الشقة اللي احنا لسه داخلين منه، ودي باقي المحتويات. وانت واقف ظهرك لباب الشقة في أوضة على يمينك، عفوا في وشك على اليمين. دي فيها شباكين اهو، تمام. تخرج منها تدخل على الأوضة التانية، نفس الكلام، أوضة بشباكين. هنا الحمام مساحته برضو لا بأس بها. وهنا المطبخ، المطبخ مساحته مرتاحة، في تهوية كمان. يبقى المجموع عزيزي المشاهد ان دي نص تشطيب، 2 نوم ومطبخ وحمام وريسبشن، تمام. هنقول لكم مطلوب فيها كام في صندوق الوصف. كده احنا هنطلع على الدور الاول. الشقتين مفتوحين على بعض، نبص عليهم. طبعا ده باب شقة اهو، وده باب تاني، يبقى باب في وش السلم وباب على يمين السلم. دخلنا من الباب اللي على اليمين ريسبشن، اعتقد نفس مساحة الريسبشن اللي تحت، بس هنا بقى ايه، الدنيا مفتوحة على بعضها. ركزوا معايا، ده الباب اللي دخلنا منه اهو، السلم قدامكم. طبعا على يميننا كان الريسبشن زي ما حضراتكم شايفين. هنا بقى في الوش على اليمين اوضه زي تحت بالظبط، لكن فيها بلكونه صغيره. الاوض هنا اكبر طبعا عشان في ارتداد، الدور الاول بيبقى اكبر من تحت، والبلكونه عشان نشوف المطار. بص على الناصيه هناك اهي، شارع. ده معهد ديني اللي هنا ده، ودي مساكن، ودي عمارات اللي هي بيسموها عائلي، اسكان عائلي. نرجع تاني، هنا حمام تقريبا اهو، تعالوا نبص عليه. مساحته لا بأس بها. هنا بقى في فراغ كبير اهو، حضراتكم تقدروا تقسموه تعملوا في اللي انتوا عايزينه. السقف خلصان، في اعمال جبس اهو. طبعا الشقق اللي كده بتبقى حلوه للي عايز يعمل تشطيبات خاصه، لانك مش هتكسر، هتأسس وتعمل اللي انت عايزه. قبل ما نخش على الجزء الشمال ده هنرجع معلش ناخد ايه، جنب الأوضة اللي احنا دخلنا صورناها في أوضة تانية مفتوحة بقى حلوة اهي، تراس كبير مفتوح على الأوضة. ممكن تدخله في الأوضة وممكن تعملوا بلكونة زي ما تحب. طبعا عايز أقول لكم إن كل الخدمات موجودة هنا بالاستثناء. الحي اللي هناك ده الفلل. الجميل في العرض ده إنه هتلاقوا سعره رخيص، سعره حلو في المتناول.
كده احنا رايحين على الجزء التاني. دي اوضه، ده حمام، بس حمام كبير شويه. ودي اعتقد لا ده مطبخ، في مواسير الصرف اهي، بس مطبخ ما شاء الله تبارك الله كبير حلو جدا. ودي اوضه كمان فيها بلكونه، بس دي بص على الممر بتاع العماره. تمام، فيها شباك. دي شقه من ضمن الخمس شقق، ودي مساحتها اكبر. احنا صورنا النموذج اللي هو الفرداني اللي هي شقتين مستقلتين، وصورنا النموذج اللي هو في الدور الاول علوي اللي هو شقتين مفتوحين على بعض. هننزل ندي لقطة للبدروم، وبعد كده نتكلم على ممكن ناخد لقطة للروف، وبعد كده نبدأ نشوف باقي العرض. احنا كده نزلنا ندي لقطة سريعة على البدروم. احنا كده واقفين في المنتصف. ده كده المفروض باب الجراج جاي من بره. طبعا المكان نص تشطيب، فمحتاج تشطيب ومحتاج ترويق. هنا اهو باقي المكان. ده السلم اللي نزلنا منه، وده الباقي. دي كانت لقطة سريعة للبدروم وتفاصيله، علشان برضو نبقى احنا غطينا كل التفاصيل. هنطلع بقى للروف، علشان كده نبقى خلصنا. تابعونا. طلعنا كده الروف، مبين مساحته بقى. طبعا الروف حتى ما عليهوش دروة، هو فاضي. ده الروف كامل. اللي من الروف فيه 25% حجمه. الجنب ده فيه شارع رئيسي اهوت، والجنب ده فيه الفيلات وشارع رئيسي تاني اهو، طريق رئيسي. بكده عايزين نبدأ احنا خلصنا. الله اكبر، الله 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 اعظم. بعد الاذان كامل يا جماعه، ورجعنا لكم تاني بعد ما الاذان خلص، علشان بقى اجمع معاكم العرض. العرض احنا قلنا هو اولا مساحه الارض 300 متر، مساحه المباني مثلا 70 متر. طبعا في جنينه، في دور، وفي ممر، حاجات عندك. مساحة الشقة تقريبا 100 متر اللي هي في الدور الأرضي. وبكده الشقة هتبقى سعرها 500 ألف جنيه، اللي هي الشقة الاتنين نوم. الدور على بعضه عامل مليون. البيعة كلها على بعضها بقى بالبدروم بالروف ب5 شقق، السعر بتاعهم 4 مليون جنيه. مستنيكم الاتصال، ومستنيكم تيجوا عشان تعينوا وتشوفوا الموقع بنفسكم، ويا رب نكون بننقل لكم احتياجاتكم. واشوفكم في عرض جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.